جواد الأوصياء جد على من أتى باب المراد الهاشمية. أنت نور فاض من طه، فما كنت إلا مثل طه نبويا. يا جواد الأوصياء جد على من أتى باب المراد الهاشمية. أنت نور فاض من طه، فما كنت إلا مثل طه نبويا. كم تجلى فيك آي للهدى من كتاب الله قد كان خفيا. فيك من موسى وعيسى شبه، وغلام فيه بشرى زكريا. أولست مثل يحيى آية حينما قد أوتي الحكم صبيا. أولست مثل يحيى آية حينما قد أوتي الحكم صبيا. كيف ناظرت شيوخ الدين في مجلس الفتوى وقد كنت فاتيا. فتبدى منك علم معجز من رسول الله إذ كنت الوصيا. فتعاليت ولا غرو إذا جعل الله بك الدين عليا. أولست مثل يحيى آية حينما قد أوتي الحكم صبيا. أولست مثل يحيى آية حينما قد أوتي الحكم صبيا. وكانت الدنيا في أيام يحيى والفضل والبرامكة كأنها في عيد، ما طرق بابهم سائل إلا واغتنى عن السؤال، وما اتصل بهم أحد إلا واكتفى. ثم وحسرتا ومن تطوى أسرار الخلافة دونه، فعندك مأواها وأنت قرارها. أما تنسى يا أخي؟ إن نسيت فلا وفاء لي، وإن تذكرت فلأني زعيم بأني مستحق للمجد الذي استحقه أرباب نعمتي من آل برمك، وخاصة جعفر. وهذا الفتى العباسي ابن أختنا، نحن درعه وحصنه وسيفه، نحن ربيناه وأدبناه، نحن من رفع ونحن من نضع إذا شئنا. مهلا يا أخي، إنه ابن الرشيد. أعلم يا أخي أعلم، لكنهما سرعان ما يشتبكان، وهذا رجلنا. لكن نكبة آل برمك ستبقى جرسا يرن في عقلي محيد. هي عبرة لكل معتبر، لا صاحب للسلطان إلا تاجه وصولجانه.
إنها واقعة لا ريب فيها. طاهر بن الحسين. السلام عليك مولاي الأمير. وعليك السلام يا ابن الضحاك. ما وراءك؟ لا أدري ما أقول يا مولاي. قل ولا تخفي شيئا. رفضوا أن يعيدوا شيئا مما أخذوه يا مولاي. ألم يقرأوا رسالتي؟ ألم تذكرهم بعهد أمير المؤمنين الرشيد كما أمرتك؟ بلى والله يا مولاي. وما قال ابن الربيع؟ قال إن الأمير عبد الله المأمون يعرف أن هذا الأمر لأخيه، ولا أنا إلا منفذ لأمر أمير المؤمنين. هذا ما توقعته. أرجو أن لا تذهب بها إلى الهاوية يا ابن أبي. امضي واسترح. مولاي، سمعتهم يقولون أمرا لا أحب أن تسمعوا. بل قله يا رجل. في أواسط المعسكر والقادة يتهامسون بأن أمر ولاية العهد لن يتم. هذا أمر الغيب، والغيب بيد الله. يا غلام، أعطني كتاب أرسطو طاليس. أرسطو طاليس. إني والله لأرجو من العلي القدير يا أخي ألا أقف يوما متذكرا ما قاله يحيى بن خالد لولده جعفر بن يحيى. إني إنما أهملتك يا أخي ليعثر بك الزمان عثرة تعرف بها أمرك، وإن كنت لأخشى أن تكون التي لا سوى لها. صدقت يا أخي، والله قد عرفت ما في قلبي. تذكر يا أخي ما سأقول ولا تنساه. لولانا لما كان لبني العباس دولة، نحن وإياهم كماسك حبل ومتعلق به، إن خلا أحدهما سقط الآخر. إنما أتحدث عني وعنك، فلن يعدم أحد في فارس أن يجد عونا، وزيرا أو قائدا أو مدبرا أو مشيرا. ربيته في حجري. وكذا يحيى للرشيد. مهلا يا حسن. أما إن غضبت منها يا أخي فأنا أكف غرب لساني عنك. لكل مقام مقال. يا موفق، بنفسي سؤال أروم سؤل مولاي الإمام الرضا عليه السلام عنه وأستحي. يا علي، إن مولاي يحبك، ولطالما سمعته يذكرك بخير أنت وأهل بيتك. ولكن ما أقول يا موفق، فلعلي أجد لديك جواب. جواب ماذا؟ وهل سألتني لأجيبك؟ خصومنا يقولون ويقولون وفي الصدر غصة. قل يا علي. خصوم آل البيت يقولون إن مولاي الإمام الرضا عليه السلام
قد شارف 50 ولم ينجب. وأنت تقول هذا؟ والله ما خالجني شك طرفة عين، ولكن ليطمئن قلبي فقلت لعلي أجد لديك ما يكفيني مؤونة السؤال مولاي. مولاي يطلبك يا ابن المهزيان. سمعا وطاعة. ها أنا ذا يا مولاي. يا علي، ما كذبت ولا كذبت، ليكونن لي ولد واحد يرثني ويقوم بأمر بعدي. اسمه محمد ولقبه أبو جعفر، وقد يكون ما لا بد منه. أدعى فأجيب، فاسمعوا له وأطيعوا. ولسوف تمتحنون ونمتحن به، وقبلنا امتحن الأنبياء والأوصياء. والله لسوف أسمع وأطيع يا مولاي. أيدك الله وأبقاك خيرا ورضا بالأمة كلها. بارك الله بمن عرف حقنا ونصرنا. والله لننصركم بمهجنا وأرواحنا وأولادنا يا مولاي. الفوز لمن صبر وصدق. اللهم ارحم موالينا يا أرحم الراحمين. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. حق والله يا فضل أن أدعوك يا أبتاه، كما كان والدي يدعو يحيى بن خالد. إلا هذا الفأل يا مولاي. رويدك، ما أنت بيحيى بن خالد، وما لهذا رميت؟ نشأت في حجرك، وقد أدبتني أحسن الأدب، وأخذتني إلى درب الكتب أنهل منها. وما الدنيا إلا كتاب تقرأ فيه الملوك والعلماء والناس وكأنهم بين يديك. وقد كنت نجيبا أيها الأمير، ليس في بني العباس مثلك. بنو العباس، من بني العباس. تركوا الأدب والسيف، ولا هم لهم إلا غلمانهم وجواريهم وقيانهم. لا ينامون إلا على خمر وطرب، ولا يصحون إلا على جوار وغلمان. كنت في أرباض الري، وقد طلبتني على عجل. يا ابن سهل، رفضوا أن يعودوا كما توقعنا. هل بقي في اليد حيلة؟ خراسان منبت الرجال الفرسان وأرض الخير، وهي لك إن سمعت مني. قل، وسأفعل بما تشير به علي. أهل خراسان أيها الأمير يميلون إلى أبناء عمكم، ولا ترى في قلوب أبنائها إلا حب أبناء علي. بلى، فحب علي راسخ في ضمائرهم. هنا مربط الفرس. السلام عليكم يا أمير المؤمنين. وعليك السلام. إننا وفد التهنئة بخلافة زينتها، ودولة أنت فارسها وأميرها، كريم النبعتين أبا وأما. السلام عليك ونحن يغمرنا الحزن على فقد أمير المؤمنين هارون الرشيد، فالموت لا يبقي على أحد، فقد مضى خير سلف تاركا مجد بني العباس لخير خلف. بورك فيك يا وزيرنا. مبارك عليك الخلافة يا أمير المؤمنين. سوف تكون أيام خلافتي مرتعا خصبا يا بني العباس، ولسوف أغدق عليكم من عطايانا، حتى لا يبقى أحد فيكم
إلا ويملك الضياع والعبيد والقصور. كل رجائنا أن تكون بغداد في عهدك عرسا دائما وحبورا مقيما. ملك أبوه وأمه من نبعة منها سراج الأمة الوهاج، شربا بمكة من ذرى بطحائها ماء النبوة ليس فيه مزاج. أما أنا يا ابن أبي فأقول أهدي الثناء إلى الأمير محمد، ما بعده بتجارة متربص، فإذا بنو المنصور عد خصالهم فمحمد ياقوتها المتخلص. لتصل صلاتنا إلى أعمامنا وأبناء عمنا وجميع آل هاشم، والقادة والأمراء والأجناد والخدم والعازفين والمغنين. أنا الخليفة الذي يعطي بلا حساب. إن الأيام القادمة صعبة يا مولاي، وسنحتاج إلى الأموال للجند والمقاتلة، فرويدك. قلت لكم اعطوا كل راغب حتى يرضى، والغلمان لا تنسوا الغلمان. لسوف تكون لكم أيام الأمين كما الأساطير. رحم الله والدي، لقد ترك لي خزائن مليئة بالذهب والورق لا تنفد. لقد نظرت إلى دجلة فوددت أن يصنع لي أمهر الصناع 5 مراكب على صفة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس، وأريدها ألا يكون لها مثيل لا في بحر ولا في نهر، وأغدق عليها من خزائني بلا حساب. عافاكم الله. جعل الله أيامك كلها سرورا يا مولاي. تشغلني عنك أمور كثيرة يا زاهرية. سلمت لي يا مولاي. لا تعتبرني أميرا أو وليا للعهد، بل مجرد عاشق متيم، لأنها مكينة في قلبك يا مولاي، ومتى تمكن الهوى حكم. قد قلت لي آنفا إن قلوب الفرس مائلة للعلويين. دعك من أمر قلبي وهات ما لديك. وجندك وقادة جيشك هم أيضا كذلك يا مولاي. فماذا ترى؟ إن البلاء قادم والحرب واقعة لا محالة، ولا بقاء لأسدين في هجمة واحدة. فإن زينت الدولة بخلافتك تبقى خميلة جميلة يزينها العلم والحلم والعدل والتقى. العلم والحلم والعدل والتقى. أكمل. فتولى آل أبي طالب، وقد قرأت يا مولاي وعلمت بما جرى. وسياسة الرياسة تقتضي التقرب من الرعية في أوقات الشدة. جندك من خراسان والضرائب أبهضتهم، فاجلس لهم وتقشف واستمع لمظالمهم ومطالبهم يحلونك في قلوبهم. فإن كسبتهم فزت بالخلافة، وما قامت دولتكم إلا بسيوف خراسانية. صدقت والله يا ابن سهل، نعم المشير ونعم الوزير، وزير التدبير لملك المأمون. فمن ترى في قادتنا من هو كفء لهذه المهمة الجليلة؟ إنهما 2. هما طاهر بن الحسين الخزاعي وهرثمة بن أعين. لله أبوك. هما ضعوا حراسا على مداخل خراسان لا يدخل إليها أحد أو يخرج إلا فتش. وانتبهوا، فالعيون ستأتينا من بغداد، وإني أدعو العلي القدير ألا ينتبه الأمين لأمر خطير. ما هو يا مولاي؟ الخراج. تعال. بسم الله. انظر إليه ما أجمله. شبيه أبيه. زينة الحياة الدنيا يا أمير المؤمنين.
وأمهاتهم أيضا يا ابن الربيع. جعل الله أيامكما سرورا دائما يا مولاي. كيف ترى؟ ليتني أعيش ليوم أسمع فيه الخطباء بالمساجد يدعون له على المنابر وليا لعهد أبيه. الله، موسى الناطق بالحق، ولي عهد أبيه، ما أجملها من نبوءة. مولاي، اخرجوا. ماذا يا مولاي؟ رفض المأمون أن يتنازل لي عن شيء مما عهد له أبي به. لكنك الخليفة يا مولاي، والأمر أمرك. إن شئت عزلت وإن شئت أبقيت، فهو ليس إلا أحد عمالك. ثمة من يوغر صدره عليه. ومن يكون غير ذلك المجوسي الفضل بن سهل وأخاه الحسن. قتلني الله إن لم أقتله إن ظفرت به. الضربة لمن سبق يا مولاي. تدبير الملك يحتاج إلى وغد مثلك يا ابن الربيع. ماذا لو وضع الأمين خراج خراسان سنة كاملة عن أهلها؟ إنها الطامة والله. ويبقى الأمر الأجل وهو السلاح الأمضى. ما هو؟ ما أشرت به يا صاحب التدبير، الولاء لعلي ولآل علي. هو الطريق إلى قلوب أهل خراسان، وهو جسرنا إلى الملك، وإلا سقطنا ولا قيامة لنا بعدها. لا تنسى أن تنظر لنا في كتاب النجوم، فإن نظرك لا يخيب. وسبحان من سخر لك هذا العلم وأيدك به يا وزيري. أستودعك الله يا مولاي. والله يا بني العباس لأرمينكم بداهية تصيبكم بمرض لا تبرؤون منه إلا على يدي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. اللهم يا من خصنا بالوصية وجعلنا ذرية بعضها من بعض، وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، وجعلنا ورثة الأنبياء، وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وآل محمد. الليلة ولد لي شبيه موسى وعيسى، قدست ولدته، ولدت طاهرة مطهرة.
تفضل يا دعبل. يلا. سلمى. عدت يا الحر؟ الحر يمضي يحس به الخطر أن نتوجه، لكنه يعود حيث ترك قلبه. أهلا بك وبضيفك. ونعم الضيف والله يا سلمى. عدت يا بني؟ عدت والحمد لله. أهلا بك وبضيفك، حللتم أهلا ووطئتم سهلا. السلام عليك يا عم. هذا أبي مالك الطائي. أنعم وأكرم، تشرفت بمعرفتك. تفضل. يا الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. يا أبتاه، لن تصدق من يكون ضيفنا الليلة. لابد أنه مثلك هارب من ولاة الجور وحكام السوء. لا فض فوك يا عم مالك. أجل، ولاة جور وحكام سوء. بالله عليك يا أخي، أسمعه رأيك فيهم شعرا. لا والله يا حر، لا أبدأ كلامي بما يكره بل بما يحب. هات ما نحب. بداية أبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. ألا أنه طهر ذكي مطهر سريع إلى الخيرات والبركات، غلاما وكهلا، خير كهل ويافع، وأبسطهم كفا إلى الكربات، أشجعهم قلبا وأصدقهم أخا، وأعظمهم في المجد والقربات، أخو المصطفى بل صهره ووصيه من القوم، والستار للعورات. كهارون من موسى على رغم معشر سفال لئام شقق البشرات. فقال: ألا من كنت مولاه منكم، فهذا له مولى بعيد وفاتي. أخي ووصيي وابن عمي ووارثي. صدق رسول الله. أخي ووصيي وابن عمي ووارثي، وقاضي ديوني من جميع عداتي. لا فض فوك، لا زلت مؤيدا بروح القدس. ما أسعدنا بقدومك إلينا يا شاعر آل رسول الله صلى الله عليه وآله. ريح طيبة قدمت إلينا. ألم أقل لك يا خزاعي؟ العشاء يا سلمى. أهلا بك. طلبتني على عجل يا مولاي. إن أخي أمير المؤمنين محمد الأمين قد بعث إلي برسالة يطلب إلي فيها أن أتنازل عن كور وخراجها مما ضمه إلي والدي رحمه الله. وماذا ستفعل يا مولاي؟ طلبتك لأسمع منك. لا تجبه يا مولاي، فإنك إن أجبته إلى ما طلب لن يتوقف حتى يأخذ ما بين يديك ويتركك بلا حول ولا طول، وما أظنه إلا من تدبير ذلك الصل الفضل بن الربيع. سأكتب له بذلك. ماذا عن طاهر وهرثمة؟ إنهما بالباب يا سيدي. أيها الحاجب، أدخلهما. السلام عليك أيها الأمير. مرحبا بفارسي خراسان. أنا طوع أمرك يا مولاي. ما خاب من كنتما يداه. تفضلا. طاهر، بمثلك تسد الثغور وتبلغ الآمال. أما أنت يا هرثمة
فأياديك البيضاء على دولتنا لا ينكرها إلا عديم الوفا، وإني أرغب إليكما أن تتهيئا وكأن الحرب واقعة غدا، فإن وقعت كنا لها على أهبة، وإن لم تقع والله هذا ما نريد. على أن أجاب إلى ما أطلب أيها الأمير ضمانا للنصر وأمنا لانقضاض الجند. لك ما تريد. وإن كنا معا فلكل رأيه. على أن تتشاورا في كل صغيرة وكبيرة. بلى، ما خاب من استشار. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. السلام عليك يا أخي ومولاي. وعليك السلام يا حكيمة. كيف حال أمه؟ بخير، إنها نائمة، جئتك به كي تراه. المولود المبارك الذي لم يولد من هو على شيعتنا أكثر بركة منه. والله يا أخي لقد رأيت من أمر هذا الصبي عجبا. ما رأيت يا أختاه؟ قبل 3 أيام إذ طلبتني وقلت لي إن أختي الخيزران في المخاض، وجف قلبي، فهو مولودك الأول بعد أن بلغت من العمر ما بلغت. وما إن خرجت من عندنا حتى انطفأ السراج فتشاءمت والله إلى أن بدر المولود المبارك، فإذا هو مغلف على هيئة قميص رقيق يشع نورا أضاء الظلمة من حولنا، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فذعرت والله وكتمت، ثم بدا لي أن أحدثك وحدك بحديثه. يا حكيمة، سترون من عجائبه أكثر إن شاء الله. الحمد لله يا رب، الحمد لله. أما بعد، فقد بلغني كتابك غامطا لنعمة الله عليك، فيما مكن لك من ظلها متعرضا لحراق نار لا قبل لك بها، ولحظك عن الطاعة كان أودع وإن كان تقدم مني، متقدم فليس بخارج من مواضع نفعك إذ كان راجعا على العامة من رعيتك. وأكثر من ذلك ما يمكن لك من منزل السلامة ويثبت لك من حال الهدنة، فاعلن رأيك واعمل عليه إن شاء الله. أمير المؤمنين محمد الأمين. إنه أول الشر. رغبت لقاءكم لأخبركم أن المأمون قد تمادى وعصى الطاعة، لذلك قررت أنا أمير المؤمنين محمد الأمين عزل المأمون والمؤتمن من ولاية العهد. ولقد وليت عهدي لولدي موسى ولقبته الناطق بالحق. إن شاء الله يمد الله في عمري وآراه أميرا فذا، ولا أعلمن أحد منكم يتصل بذلك العاصي إلا وضربت عنقه. ولقد وليت ابن ماهان صاحب الشرطة
أمر خراسان، فليستعد وليحشد الجيش وليجزل العطاء للجند والقادة. لا تقسو عليه يا ابن ماهان، فهو ابن الرشيد، لطالما أحبه وقدمه وحدب عليه، رغم أنه ابن مراجل، الأمة التي أكرمه الله بموتها لئلا يعير بها في حياتها، وقد لحقه عارها وهي ميتة. قيده بهذا القيد من الفضة وسهل وطاءه، ولا تضيق عليه في أسره، فهو ابن الرشيد. ولكن كي لا يتطاول ابن الأمة على ابن الهاشمية والهاشمي، وليعرف حده فيقف عنده. افعل كما قالت أمي يا ابن ماهان. أمر مولاي. لا تبخل على الجند والقادة، واعطهم رزق سنة قبل أن يخرجوا من بغداد. سيكون ما تريد يا أمير المؤمنين. ماذا جرى لمراكبي يا ابن الربيع؟ تكاد تنتهي يا مولاي. والزرافات والطيور النادرة. ثم أين المنجمون الذين أوصى عليهم أخي الأمين؟ يجب أن يكون قصره قرة عين الأمة، يمور بما لم تره عين كأنه مهرجان. أليس كذلك يا ابن أبي؟ لا تعبث معي يا أبا عيسى، أنا أمير المؤمنين ولست أنت. أخي ومولاي، جعلت فداك، ومن يجرؤ على العبث معك؟ أيها الخبيث، حتى الرشيد لم يسلم منك. ما أجملك يا ابن أخي ومولاي. وهو والله مولاك يا فاطمة. اللهم احفظه ورعاه ابن أخي ومولاي، منور وجهه، طيب ريحه، أسمر كأنه نقطة عنبر في صحن مرمر، حلو القسمات، نقي الوجه والجسد كأنه مرآة. يا حبيبي يا ابن أخي ومولاي، ما أسعدنا بك يا وحيد أبيك ووحيد عصره وزمانه. هذه يا فاطمة. كم تقبله في فمه يا أخي؟ بل أغره بالعلم غرة، فإن مقامي معه قليل. حماك الله يا أخي، وحفظك لنا وله وللأمة كلها. هي إرادة الله يا أختاه، فإن حدث حادث فاحفظوه وأكرموه واسمعوا له وأطيعوا. ألا إنه سيقدم الساعة إلينا ضيوف، فإن أرادوا رؤيته فأرسلوه مع موفق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالسادة الأطهار الكرام آل رسول الله. كل مولاي، إن أعمامك وآل بيتك قادمون لتهنئتك. كم سيفرح مولاي بقدومكم. تفضل تفضل. شكرا. على الرحب والسعة، وطئتم سهلا. مولاي، قل لهم على الرحب والسعة، إنني قادم إليهم. أمرك مولاي. الزمي فراشك يا أختاه، ما تزالين تعبة من أثر النفاس. ما بي من ضعف يا أختاه، حملته هونا وكنت أسمع تسبيحه في أحشائي فأخاف، ووضعته في أخف ما تضع امرأة. قد رأيت من أمره ما علمت يوم ولد.
استعدت صحتي ببركته. هنيئا لك يا أختاه، فقد قال أبوه إنه ما ولد على شيعة آل البيت أعظم بركة منه. اللهم احفظه، اللهم متع أباه وأمه وآل بيته به يا أرحم الراحمين. نشدتك الله يا أختاه أن ترتاحي، فعماته كثيرات والحمد لله، وما يعادل فرحتهن بقدومه شيء. لا نعطي فرحتنا به لأحد. ثم إن الدار فيها خادمات وجوار منتخبات يسعدهن الاهتمام به. أشعر أن قلبي وروحي بين يدي هذا الوليد المبارك. هنأك الله به ومد في عمرك حتى ترينه وقد كبر وملأ الدار بالأولاد ذكورا وإناثا. بدعاء أبيه وآل بيته الأطهار. ونرجو من العلي القدير أن يرزقك مع ولدك هذا ذرية كثيرة صالحة. يا عم، لن أنجب سواه، لكن الله سبحانه سينشئ منه ذرية كثيرة طاهرة. ألا وإن قائم آل محمد الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا لمن صلبه. الله يا أبا الحسن، إن قائمنا المنتظر سمي رسول الله سيأتي من ذرية ولدك هذا؟ بلى، وإنه سيمتحن كما امتحن آباؤه والأنبياء والأوصياء من قبله، وسينصره الله ويظهر كرامته على العالمين حتى يكون آية في زمانه. ما اسم المولود المبارك يا ابن أخي؟ سماه جده رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنه في الصحيفة المحفوظة التي أنزلها جبريل عليه السلام على جد رسول الله، وهو التاسع من بنيه، اسمه محمد ولقبه الجواد.